يقول هناك أناس يقولون إن الملتزمين أكثر الناس تعاسة وأصحاب التزام، فكيف يرد على هؤلاء؟ والله أظن قديمة هذه السالفة، رد عليها سعد بن شبرمة من أتباع التابعين. يقول سعد بن شبرمة، طبعا هذا يقول الملتزمين أكثر الناس تعاسة، إذا يتكلم عن نفسه هو ملتزم وتعيس هذا موضوع ثاني، بس ايش درى عنهم؟ لأن السعادة والتعاسة محلها القلب. سعد بن شبرمة يقول: والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. الله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يكون الإنسان الملتزم أكثر الناس تعاسة؟ هذا كذب، هذا كذب. المؤمن هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. كيف يكون أكثر الناس تعاسة؟ بالعكس، الإنسان كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى كلما كان أسعد. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس التزاما وأكثر الناس سعادة، صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس التزاما وعفوا راحة، صلوات ربي وسلامه عليه، ارتاح جدا. لماذا؟ لأنه قريب من الله. يقول: أرحنا بها يا بلال، صلاة أرحنا بها، يرتاح يصل. إذا قام يناجي الله تبارك وتعالى شعر بالسعادة والراحة والطمأنينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته المشقة قام إلى الصلاة، إذا أصابه غم قام إلى الصلاة. كيف يكون ملتزم أكثر الناس تعاسة؟ العكس هو الصحيح، الملتزم أكثر الناس سعادة لأنه مطمئن، يؤمن بالقضاء والقدر، أي شيء يصيبه يقول قدر الله ما شاء فعل. يعني حتى لو أراد مثلا يتزوج، أراد يسافر، أراد كذا مثلا وما تحقق له زواجه أو سفره، مرتاح. ليش؟ والله مستخير الحمد لله. ذاك يبكي ويصرخ وكذا، وليش ايش فيني، ليش ردوني، والبنت ما يصير فيها وكذا، ليش أنا مستخير مستانس الله اختار لي الحمد لله، لا ولا يهتم أبدا. كل شيء يقول قضاء وقدر، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كيف يكون أكثر تعاسة؟ من تأتي التعاسة؟ لا يمكن أبدا، وإنما هذا ادعاء باطل. فالإنسان يلتزم ويكون قريبا من الله، والسعادة أمر يقذفه الله في القلوب، فكلما كان الإنسان إلى الله أقرب كلما قذف الله في قلبه السعادة والطمأنينة والراحة. والله المستعان. دخل الوقت.